السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام المتابعين الأوفياء داخل أرض الوطن وخارجه. أحييكم وأجدد معكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات قضايا الجنايات والجنح. ندوز الحلقة ديال اليوم. الحلقة ديال اليوم عندها طابع خاص. غادي نتيروا فيها واحد المخاطر اللي كيتعرضوا لها الناس ديال الأمن بصفة عامة، يا الناس ديال الإخوان الشرطة، يا رجال الدرك الملكي، يا رجال القوات المساعدة، يعني راهم معرضين لمخاطر أثناء أداء المهام ديالهم. غادي نبدا القصة ديال اليوم. القصة ديال اليوم كتعلق بواحد تاجر ديال المخدرات في واحد البلدة اللي معروفة هادئة، واحد البلدة اللي جات على الشريط الحدودي ديال الشريط الحدودي الشرقي. واحد البلدة الناس ديالها ترونكيل، الناس ديالها ما كاينش الجريمه تما، شبه منعدمه، الناس كل واحد داخل سوق راسو، كاين احترام ديال القانون، كاين احترام الناس ديال السلطه، يعني وناس معروف عليهم وقليل فاش تسمع عندهم شي مشكل. وكان تما في هذه البلده هذه كان واحد السيد تيروج المخدرات. واحد الشخص تيروج المخدرات، كانوا شدوه الدركيين ومشى للحبس وخرج وعاود واصل عاوتاني هاد الانشطه المحظوره ديالو. لحقاش كما قلت لكم وعاودتها بان هاد الفئه ديال الاشخاص الخارجين على القانون اللي كينشطوا في الترويج ديال المخدرات ما كيبغيوش يتفارقوا مع هاد المجال هذا وهذا الميدان هذا. علاش؟ لانه مدر للارباح، كاينه فلوس وفلوس بارده، واخا فيها المشاكل ديال الحبس وهذه ولكن كيفضلوا. كاين اللي عنده هذه القناعه، تيقول نجمع الفلوس ونمشي ندوز الحبس ونرجع نلقى الفلوس ونبقى بخير وعلى خير. كاين اللي ما كيخلعوش الحبس، كاين اللي الاجراءات الزجريه ما كيديرهاش في راسو، ما عندوش مشكل، خصو هو غير يصور الفلوس ونبينا عليه السلام. هذا السيد هذا ملي خرج عاوتاني بقاو الدركيين كيراقبوا التحركات ديالو، الانشطه ديالو. فاذا به كان واحد النهار كانوا دايرين واحد الدوريه ليليه لمحاربه الجريمه، كيشدوا واحد السيد وفي الحياه عنده الحيازه ديال واحد الكميه صغيره ديال المخدرات. ملي تحجزات عندك السيد عنده الاستهلاك، هذاك عنده هذا الاستهلاك، المهم دار ليه المحضر ديالو ودار الريشيرش لهذا اللي باع ليه. لحقاش اي واحد تلقاو عنده الناس ديال الامن او الناس ديال الدرك الملكي لقاوه في عنده في الحيازه ديالو المخدرات، بطبيعه الحال راه هذا السلوك مجرم قانونا، ولكن خصهم يسولوه ضروري واحد السؤال اللي هو طبيعي واوتوماتيكي. شنو هو؟ منين تقضيتي؟ قال لهم منين تقضيت. اللي غريب الصدف ان شكون عندما تقضى عند هذاك اللي يلاه خرج من الحبس واللي بدا يعني راه بدا عاوتاني واصل الانشطه ديالو وبدا كيروج المخدرات في تلك البلده الهادئه اللي معروفه بالسكون ديالها وبالامن والطمانينه ديالها. وفاش يكون عندك واحد اللي موسخ هذاك المجتمع، بطبيعه الحال خصك دير المجهودات ديالك باش تحيده، باش تكرطو ما يبقاش في ذاك المجتمع. لحقاش هذاك موسخ اللي حسن الحظ ما كتارش. كاين واحد الدركيين بطبيعه الحال ملي توصلوا لهذه المعلومات وهذه المعطيات وتيقنوا بان هذاك راه عاوتاني بدا كيبيع، غادي يشددوا عليه الخناق وغادي يمشيو عنده واحد الصباح للدار. يمشيو عنده للدار يقلبوا عليه، يشوفوا واش كاين في الدار ديالو باش يعتقلوه طبقا للقانون وباش يتقدم امام العداله على هذه الانشطه المحظوره اللي كيزاولها. ملي مشاو الدركيين ما لقاوش لحقاش هاد المجرمين تيكونوا بطبيعه الحال تيديروا الاحتياطات ديالهم باش ما يطيحوش في الشباك وفي القبضه الامنيه. يمشي يتخزن، يمشي لشي بلاصه، كاين اللي كيمشي للخلا. هذا ملي تشدد عليه الخناق ما بقاش كيمشي للدار ومشى بعاد على البلده ومشى لواحد الخلا ولا كيبيع تمايا. الدركيين ملي عرفوه راه ما بقاش في الدار ولكن راه باقي كيبيع، تحراو فين كيبيع هذا السيد. وللاسف كتلقى قلال الناس اللي كيبغيو يتعاونوا. كتسول شي واحد تيقول لك لا ما عرفتش، ما شفتش،
ما عرفتوش فين كاين. للاسف انت كدير مجهودات باش تنقي ليه البيئه ديالو. علاش؟ لحقاش خص يعرف المشاهد الكريم بان رجال الدرك الملكي، نهضر على الجهاز الذي كنت انتمي اليه. جهاز الدرك الملكي بحال ديك المنطقه فيها المده ديال الاقامه 3 سنين، 3 سنين وكيتحولوا غادي يمشي لبلاصه اخرى، لحقاش هذيك البلاصه جات شي شويه فيها الجو قاصح وجات بعيده، وهذه ماش ما فيهاش الاقامه 5 سنين بحال وسط المغرب. تما بحال هاد البلايص هادو لي زون بينيبل اللي كيتسماو، هاد لي زون هادو، هاد المدن هادو، هاد البلايص هادو كتكون فيهم الاقامه 3 سنين. الله يعاون. مازال الناس ديال الاخوان ديال الشرطه كيطولوا هما، كيجلس كاين اللي جالس 10 سنين، كاين اللي جالس 15 عام، كاين اللي خدم حياته كامله في واحد المدينه. هاد الامور عندهم عاديه. اما بالنسبه لجهاز الدرك الملكي لا، تكمل الاقامه ديالك يا 3 سنين يا 5 سنين غادي تمشي في حالتك. والبلاصه اللي مشيتي تخدم فيها ما خصش تكون عندك علاقات عائليه، ما خصش تكون عندك مصالح شخصيه ديالك. لحقاش مثلا الا طلبتي واحد البلاصه وتصيفطوك ليها وتبين للمسؤولين ديالك بانك مثلا راه عندك علاقات عائليه تما وعندك مثلا ولا مصالح شخصيه تما، كيكتبوا بك المسؤولين يهزوك من تمايا. علاش؟ لحقاش المسؤولين ديال جهاز الدرك الملكي واعون بواحد القضيه، واعيين بواحد القضيه، بان مثلا جدربي غيمشي يخدم في واحد القريه، الا كانت عائلته تما راه غادي يبداو يديروا ليه العراقيل، يبداو يديروا لك العراقيل. تخدم في بلادك شي حاجه اللي لا احبذها، ما نبغيش نخدم في بلادي. علاش؟ غادي تولي ما تقدرش دير خدمتك. فين ما شديتي شي واحد غادي يمشيو لك على الاهل ديالك، عند والديك ولا اقرباء ديالك، خوت ولا خواتاتك، وبداو يرميو لهم العار. شوفوا فلان يدير لينا، راه تشد عنده واحد ولدي، راه تشد عنده واحد ولد خويا. يعني كتولي تدخلات وكتولي عندك عراقيل في اداء المهام ديالك. لذلك المسؤولين ديال رجال الدرك ديال جهاز الدرك الملكي ما تيقبلوش هذه المسائل. عندك نسابك ولا عندك عائلتك ولا عندك شي مصالح ديالك يسيقوا لك الخبار في ديك البلاصه، غادي تهز وغادي تبدل تمشي شي بلاصه اللي ما كتعرف فيها حتى شي واحد. وحتى داك كثرت التنقل من بلاصه لبلاصه لبلاصه عندها سلبيات ديالها بطبيعه الحال، ولكن ما نغفلوش وما خصناش نكروا بان عندها ايجابيات. كتعرف بلادك، كتخدم خدمتك بدون قيود وبدون حواجز. يلا كتبدا تعرف الناس، كتمشي في حالاتك، كتكتسب واحد المعرفه كبيره، كتولي على اطلاع على التقاليد وعلى الاعراف ديال مجموعه ديال المناطق. يعني الرصيد المعرفي ديالك كتكبرو، وكتولي كتعرف كل منطقه شنو التقاليد ديالها، اش كيبغي واش ما كيبغيوش. يعني داكشي علاش كتلقى رجال الدرك الملكي كيعرفوا المناطق ديال المغرب كاملين. اللي خدم مده طويله في جهاز الدرك الملكي كتلقاه بحال دابا انا اعوذ بالله ما قلت، انا خدمت في الشمال، خدمت في الشرق، خدمت في الغرب، خدمت في الجنوب. يعني في جميع الاتجاهات ديال البلاد خدمت فيهم. يعني عندي فكره على الشمال، عندي فكره على الجنوب، عندي فكره على الشرق، عندي فكره على الغرب. يعني كل جهه عندي فكره على الثقافه ديالها وعلى التقاليد ديالها. كتكون على المام بهذه المسائل. هذه من بين الايجابيات ديال هاد كثره التنقل. وكاينه سلبيات بطبيعه الحال ديال الرحيل. الله يكون في العون. راه عدوك ودعي عليه بالرحيل. كل 5 سنين خصك تجمع الباكتاج ديالك وتنتقل، كل 5 سنين وتنتقل، كل 5 سنين وتنتقل. حوايجك تياكلوا العصا، وليداتك بطبيعه الحال حتى هما تيولفوا وكيديروا علاقات ديالهم، وكتنتزعهم من ذاك الوسط اللي داروا فيه علاقات واصدقاء، وكتديهم عاوتاني لواحد البلاصه اللي ما كيعرفوا فيها حتى شي واحد، وكيهبطوا بالباراشيت عاوتاني. عاد خصهم ينسجوا علاقات ويديروا صداقات ويديروا هذه، ويلا تيبدا يولف تهز. يلا يعني هذا الشيء عنده تاثير نفسي بالنسبه للابناء، بالنسبه بالاخص الاطفال. حقاش الاستقرار شي حاجه اللي ضروريه، وبالنسبه للاطفال الاستقرار لحقاش عنده تاثير ايجابي على النفسيه ديال الاطفال. والطفل باش يكون داير الاصدقاء ديالو في المدرسه وداير واحد لونفيرونمون ديالو، انت كتهزو كتحيدو من الجدر وتديه بلاصه اخرى، داكشي تيأثر ليه على النفسيه ديالو. ولكن هذا الجهاز العتيد اللي هو جهاز الدرك الملكي، جهاز اللي كنفتخروا به، وحنا اللي بغينا داكشي وسنينا على داكشي وموافقين على داكشي وفخورين بالانتماء لذاك الجهاز بطبيعه الحال. واي واحد فاش كيمشي شي ميدان، واي ميدان راه عنده سلبيات وعنده ايجابيات. اي ميدان، ما كاينش ميدان اللي فيه غير الايجابيات بوحدها.
هادو من بين السلبيات، واخا هذاك التنقل كما قلت لكم راه عنده ايجابيات حتى هو. علاش ايجابيات؟ كما قلت لكم كتكون على اطلاع بكل شيء المناطق ديال المغرب والسكان ديال المغرب، وكتعرف اللهجات، تعرف الشلحه، تعرف الريفيه، تعرف العربيه، تعرف السوسيه، كتعرف كل شيء كتعرفه. والانسان فاش يدير هذا الشيء في الدماغ ديالو وكيتزاد لك في الدماغ ديالك، بطبيعه الحال راه معرفه هذيك راه غادي تزاد لك في الرصيد المعرفي ديالك. نزيدو نكمل القضيه، واعتذر الى طولت واستسمح لي المره الالف. قلت لكم نرجعوا لهذاك التاجر ديال المخدرات. لذلك قرروا رجال الدرك الملكي باش يشددوا عليه الخناق وباش يوصلوا للبلاصه اللي كينشط فيها. بعد عده تحريات، وعمقوا التحريات بين اوساط الساكنه، داروا تواصلوا مع الناس المتعاونين معهم، حتى نعتوا لهم البلاصه فين كينشط. واحد النهار وجدوا راسهم وقرروا باش يديروا المداهمه ديال داك المكان اللي كيروج فيه المخدرات، ومشاو. وكتعرفوا ديك المنطقه اللي كنهضر عليها دابا، منطقه اللي ما فيهاش الجبال، قلال الجبال، اغلبيه وطا، والا جيتي لعنده راه كيشوفك من بعيد. واحد النهار مشاو عنده على اساس يديروا المداهمه تما ويشدوه ويحزوا ليه المخدرات. مشاو للاسف عرفهم وحس بهم وهرب وسمح تما في هذيك الكميه ديال المخدرات اللي كانت في الحوزه ديالو. تحجزات هذيك المخدرات عاوتاني، دار اتصال بالنيابه العامه ودارت ليه واحد مذكرات بحث اخرى. وكانوا الدركيين بطبيعه الحال الا فشلت واحد العمليه كيكون تاثير ديالها، ما كتبغيش بقاش درتي واحد المجهود خصو يتكلل بالنجاح، ولكن كاين مرات اللي كتفشل، والا فشلتي راه ماشي نهايه العالم، ما خصكش تفقد الامل. يعني خصك يكون عندك اصرار باش تعاود العمليات وتعاود حتى تنجح ديك العمليه، حتى يتشد هذاك باش تحيد ذاك الورم من وسط ذاك المجتمع، باش يتهناو دوك الناس من ذاك الوسخ. هذاك الشيء اللي كانوا قرروا الدركيين، وبداو كيجمعوا عليه المعلومات، البلاصه فين تيبات، فين تيمشي، فين كيتردد، وخا لقاو صعوبه في الحصول على هذه المعلومات هذه. حتى لواحد النهار جاتهم معطيات بان راه هذا الشخص المبحوث عنه فين كاين. الدركيين ما كانوش موجودين، وخص كما كنقول لكم ديما هادو اللي كيكونوا مبحوث عليهم تيكونوا روشيرشي، ما كيزقاوش في بلاصه، كيجلس شي شويه هنا كيقول راه المخزن غادي يوصلوا الخبار بانني كاين هنا، قبل ما يجيوني جدرميه خصني نتحول، تيمشي ما كيجلسش في بلاصه واحده. لذلك ملي توصلوا بهذه المعلومات هذه والمعطيات الشحيحه وبزز باش توصلوا بها، يعني خصو يتفاعل بسرعه، خصو يمشيو قبل ما يخرج للبلاصه. قائد المركز لقى حداها واحد الدركي. قائد المركز كان من خيره الرجال، كنت كنعرفه علاش؟ لحقاش كنت خدام في واحد البريغاد اللي قريبه ليه محاده معاه، كنت كنعرفه رجل طيب ورجل يحب وطنه، رجل كيضحي بالغالي والنفيس من اجل بلده ومن اجل المهنه ديالو ومن اجل المجتمع والشعب ديالنا. المهم مشى هو واحد الدركي، مشاو لديك البلاصه اللي قالوا لهم راه كاين فيها هذا التاجر ديال المخدرات، وماشي شي تاجر اللي كبير. المهم عقاش ديك المنطقه كانوا الناس ما كيكميوش بزاف، قليل اللي كيكمي المنطقه تما، ما مبليينش بحال المناطق، لحقاش كاينه مناطق في المغرب اللي كتلقى فيها ناس قلال اللي مبليين بالمخدرات، قلال محصيين على رؤوس الاصابع، بحال هذه المنطقه هذه. مشاو لعنده داروا الاحتياطات ديالهم باش ما يتفضحش الامر ديالهم، باش يشدوه باش تنجح العمليه. وبالفعل تخفاو ومشاو في واحد السياره اللي هي مدنيه كي لا يثير الانتباه ديال هاد الفار من العداله، ومشاو لعنده حتى ضبطوه في ديك البلاصه، حتى لقاوه في ديك البلاصه. بالفعل لقاوه. هنا قائد المركز اش غادي يدير؟ ما دارش الاحتياطات ديالو ودار الثقه الزائده، وقال بان لحقاش دوك السكان مسالمين ما فيهمش السلوكيات ديالهم لا تكتسي طابع ديال العنف، وكيحترموا المخزن. عمر شي واحد فيهم تطاول على رجال ديال الدرك الملكي. لذلك كان قرا الامان، قال هذا السيد صافي شديته، قال لي اعطيني يدك باش ندير لك المينوط. فاش شدو السيد عوض غادي يعطيه يديه مد ليه اليد، واليد الاخرى ضربها للجنويه، جبدها من قرب عنده قائد المركز، ما عاد يضربوا بالجنويه، ما عاد ينزلوا تما مسكين. طاح قائد المركز، ذاك الدركي اللي معاه ولا امام واحد الموقف لا يحسد عليه، وخصو ما عرفش باش تبلى، وكان مازال مبتدئ.
تيشوف قائد المركز ديالو لا الجدان ديالو طايح مضروب بجنويه، الاخر فاش ضرب بالجنويه هرب، ضربوا الكرشو بجنويه، جبدها وهرب. هذاك الدركي هنا ما غاديش يدير المطارده ديال هذاك. علاش؟ لحقاش كاين قائد المركز الحاله الصحيه ديالو هي اللي عندها الاولويه، والسلامه ديالو هي اللي عندها الاولويه. لذلك ما عطاش اهميه لذاك التاجر ديال المخدرات، عطى الاهميه للرئيس ديالو، خصو ينقذ ليه حياته. تواصل مع المركز علمهم، وتواصل مع الرؤساء الاداريين، جاو كيجريو، تهز ذاك قائد المركز باش ينقذوا ليه حياته، داوه للسبيطار لتلقي العلاجات الضروريه. ولكن تقاضى الاجال ومات مسكين، الله يرحمه ويوسع عليه. هذا شاهد الواجب الوطني وضحيه ديال العنف، مات مسكين وخلى وليداته ايتامى. هذه هي سنه الحياه، وهذه كتدخل في المخاطر ديال المهنه ديالنا، لحقاش نحن على كنكونوا عارفين وواعيين على وعي تام بان هذه المهنه هذه فيها مخاطر. كنقولها لكم، راه كاين كدير في راسك راه تقدر تمشي شي سيرفيس ما ترجعش، راه غادي تموت، لحقاش كتواجه ناس خارجين على القانون، ما كتواجهش ناس اللي مسالمين، ناس اللي منضبطين. راه اش بعام كتواجهوا، كيتواجهوا الناس القوى الامنيه، كيتواجهوا مع ناس خارجين على القانون، ناس اللي ما عندهمش حدود، توقف قدام الرغبه ديالو يقدر ينحيك، ما يعقلش عليك. بحال هذا نحاه زاد مع الطريق. ملي هرب هذاك الدار كما دار ليش المطاردات، هذاك فلت من القبضه الامنيه. تعلموا المسؤولين، القائد الجهوي، تعلمت السلطات القضائيه في شخص السيد الوكيل العام المختص ترابيا، ونط الهيلاله وتجندت جميع العناصر. وكانوا يعيطوا لنا حتى حنا في ذاك المركز اللي كنا مجاور، والتحقنا بهم تما في اطار المؤازره. وهذيك المنطقه كما قلت لكم جات على الحدود الشرقيه، متكيه على الحدود يعني. وديك الساعه ماشي بحال دابا في تلك الحقبه، ما كانتش الحدود مراقبه بشكل صارم بحال دابا. يعني كاينه امكانيه ديال السيد هذا باش غادي يمشي يهرب ويمشي يدخل الاراضي ديال الجاره الشرقيه، الدوله اللي جات على الشرق ديالنا. الدركيين كانوا واعيين بهذه المساله، وحتى المسؤولين واعيين بهذه المساله. لذلك دار واحد الحزام وتعبأت جميع العناصر، وتسخرات حتى طائرة الهليكوبتر بقات كدير تمشيط تما في المنطقة. عملية التمشيط شملت جميع المناطق اللي يمكن يمشي لها هذا الفار من العدالة. وكتعرفوا تما ديك المنطقة كلها خلاوات، ما كتلقى حتى شي واحد كتبدا تمشى 300 400 كيلومتر تقدر ما تلقى لا دار لا حتى شي واحد، وما تكروزا حتى مع شي طوموبيل. يعني مناطق اللي هي مترامية الاطراف وما مسكوناش، خالية. يعني هذا السيد هذا فين غادي يمشي الله اعلم. كل شيء الدركيين ديال ديك المنطقة، الاخوان ديال القوات المساعدة، والناس ديال الجيش المغربي المرابطين على الحدود تما هما تعلموا باش يردوا البال ديالهم، وداروا دوريات على الشريط الحدودي باش ما يخليوش يهرب يفلت من القبضة الأمنية. يعني دارت واحد العمليات ديال التمشيط اللي هي واسعة النطاق. هذاك الشيء خدا وقت، ساعات وساعات، حتى تلقى هذا المجرم هذا تشد. جابوه الدركيين، دار ليه المحضر ديالو، عنده واحد مساطر مرجعيه ديال التجار في المخدرات، وعنده هذه القضيه التجار في المخدر. ديك المساطر المرجعيه مجرد جنح، الاختصاص ديالها هو المحكمه الابتدائيه، ولكن عنده دابا شي حاجه اللي كبيره، راه قتل واحد قائد المركز ديال هذيك المنطقه، يعني جنايه. هنا ملي تشد دارت ليه واحد المسطره على حقها وطريقها، وتم الاستماع ليه بخصوص دوك المحاضر، ديك المساطر المرجعيه ديال التجار في المخدرات. هادوك المساطر غادي تمشي للمحكمه الابتدائيه عند السيد وكيل الملك، غتحال على السيد وكيل الملك، وهي مساطر تنجزات على شكل معلومات قضائيه. ودار هو في الحراسه النظريه على القتل ديال ذاك قائد المركز. وملي كملت المده القانونيه ديال الحراسه النظريه وتحجزات ديك اداه الجريمه باش قتل هذاك الجدان، ديك الجنويه تحجزت هي، تقدم امام انظار السيد الوكيل العام، ومن بعد ما استنطقوا اعترف جمله وتفصيله بهذه الافعال الاجراميه المنسوبه ليه. ما عنده ما ينكر، لحقاش كاين واحد الدركي شاهد على هذه الواقعه، وشاهد، والدركي راه محلف عين بالام ديال الاعين ديالو
عاين هذه السيده تضرب الرئيس ديالو اللي هو لاجدا قائد المركز. يعني ما عنده ما ينكر، ما عنده ما يدير. اعترف امام اثناء الاستنطاق، تحال على التحقيق، قضيه التحقيق استنطقوا، واعترف عند قاضي التحقيق واقر بهذيك الاقوال ديالو اللي مضمنه في محضر ديال الضابطه القضائيه، وبناء على ملتمس ديال النيابه العامه وبناء على الاعترافات ديالو دار ليه الايداع في السجن. وكان دوز جميع مراحل ديال التحقيق، ملي وجد الملف ديالو تحال على الجلسات وكان صدر في حقه واحد الحكم نهائي حائز لقوه الشيء المقضي به. ولكن للاسف ما قدرتش نتوصل بهذا الحكم هذا. حاولت نتواصل مع الاخوان اللي كانوا في ديك الحقبه، كانوا خدموا معايا تما، ولكن حتى واحد فيهم ما عرف باش تحكم. على الاقل اقل تقدير غادي تكون 30 سنه، هذه هي القليله، الا ما كانش المؤبد ولا الا ما كانش الاعدام. باش تهز الجنويه وترشقها في واحد لابس الزي الرسمي ديال واحد الجهاز امني، راه ماشي شي حاجه اللي سهله. يعني انت ما عندكش حدود، يعني انت انسان عدواني، يعني حتى المخزن ما خفتيش منه، فما بالك بمواطن. شوف هذا دابا شنو دار مع اجودان بالزي الرسمي ديالو ديال جهاز الدرك الملكي وضربوه بالجنويه. اما مواطن كاع ما غادي يعقل عليه وكاع ما ينوض ليه من الناس. راه هكا كيديروا هاد الناس. وهاد القضيه هادي سرتها وتقاسمتها معكم باش تعرفوا المخاطر. وشحال من واحد مات في اطار الواجب المهني ديالو، كيأدي الواجب المهني ديالو ومات. ما واحد ما جوج ما ثلاثه. كاين ديال الغرب ديال الخنفوري اللي كان قتل واحد لاجدان حتى هو، كانوا مشاو باش يشدوه، حاصروه في واحد الدار وما كانوش عارفين بان الخنفوري راه عنده الخماسيه، وجبدوا تيره وجات الخماسيه، جات القطاصه في ذاك لاجدان وتوفي على اثرها. فاش كنت في منطقه ديال الشمال، في المركز الترابي ديال الدرك الملكي ديال سلوان، كانت واحد القضيه وعاوتاني حتى هي توفى فيها واحد الدركي، وراه كنت سردتها عليكم، راه كاينه في القناه، ديال واحد العناصر اللي كانوا داروا مطارده لشي تجار ديال المخدرات، كانوا هازين المخدرات في السياره وكانوا تابعينهم، وبقاو تيرميو ليهم القراعي، ودازت الجيب على واحد القرعه وتقبات ليها، تشرقت ليها الرويضه وتقلبات الجيب، وكان مات واحد الدركي الله يرحمه ويوسع عليه. ناس ماتوا ما واحد ما جوج ما ثلاثه ما اربعه. ولكن في تلك الحقبه كانت هذه المسائل كتقتصر، شكون اللي كيتجرأ وكيتطاول على الناس ديال الامن؟ كان هادو التجار ديال المخدرات. اما حاليا ولينا كنشوفوا اطفال باقيين في عز شباب، باقيين في عز الشباب ديالو، مازال تيقراو. كاين اللي ما توفقش في الدراسه ديالو خرج، كاين اللي عنده 20 عام 21 عام ما عنده حتى ادانه قضائيه، ما كيدير حتى انشطه اللي هي محظوره، ولكن السلوك ديالو يكتسي طابع العنف. ولا العنف دابا الله يحفظ، كتشوفوا الدراري اللي هز السيف، اللي هز موطور. غا مؤخرا جوج ليلات هذه ولا واحد شاب مازال صغير هنا في بلده سوق السبت بالليل روع الدنيا بالموطور، كيمشي في واحد الجرده كيتمشاو فيها الناس غير على رجليهم، كون ما هربوش الناس غادي يقتل شي واحد. دخل في الطوموبيلات، يعني روع الدنيا. عاد دخلوا الناس ديال الامن مشكورين على المجهودات ديالهم ووضعوا ليه حد وشدوه. يعني ولا هذا الشيء، ولات هاد المظاهر كتكرر، ولات هاد الصور كتكرر، ماشي بحال شحال هادي كيوقع واحد الحادث سير عاد تشوف. وهاد الحوادث وهاد السلوكيات كتصدر على تجار ديال المخدرات في غالب الاحيان. وبحال داك الدركي مسكين اللي كان فسميتو، اللي كان مؤخرا حتى هو في واد الزم، مشاو يشدوا الفرقشيه في الدار، ناض واحد من دوك اللي مبحوث عليهم دخلوا عنده الدار في الصباح باش يعتقلوه، هو كان مخزون ليهم، دخل داك الدركي ما شافوش، ضربوه بالفاس للراس. هذاك الشيء تسبب ليه في اعاقه، ومسكين راه دابا مقعد، يلاه بدا كيتمشى، دار الترويض، يلا كيمشي. هذه كلها مخاطر ديال الخدمه وحنا واعيين بها، والناس ديال الامن والناس ديال الدرك الملكي واعيين بهذه المسائل هذه. لذلك فاش واحد كيعطي حياته كيوهبها باش يوفر لك الامن، انت خصنا نقدروه، خصنا نقدروا التضحيه ديالو. راه مضحي بحياته، مضحي بوليداته، غادي يقدر يسمح فيهم، مضحي. وخصنا نقدروا هذه التضحيه هذه. خص هاد الناس نقدروهم ونديروهم تاج فوق راسنا. علاش؟ راه بسببهم كنعسوا في امن وامان. راه ما كانش الامن، راه شي يحيد لشي ديالو، يجي يدخل عليك للدار كيحيد لك اللي بغى، يديك حتى انت براسو، يدي لك ولادك.
ولكن الحمد لله بلادنا امنه بفضل هاد الرجال الذين يسهرون على استتباب الامن في هذا البلد العزيز. ومن هنا كنطلب من الاخوان والاخوات التقدير ديال هذه المجهودات هذه، التقدير ديال هذه التضحيات ديال هاد الناس. نتمنى باش الرسائل ديالي توصل وتلقى اذان صاغيه. كما اوجه رساله باش ما نغفلش واحد القضيه هنا في هذه القضيه هذه، لابد من نديروا مجموعه ديال الامور ديال هذا الوجدان الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار، واطلب منكم باش ترحموا عليه هذا الشاهد الواجب الوطني، والله يرزق العائله ديالو الصبر والسلوان، لحقاش ماشي حاجه سهله، عنده وليدات حتى هما تيتموا، كاينه مجموعه ديال الامور، الله يصبرهم ونسال الله ان يسكنه فسيح جنته. هنا نهضروا على التقصير اللي كان، ما دارتش احتياطات اللازمه. وبالمناسبه كنوجه الرسائل الاخوان اللي باقيين مزاولين، ما عمرك ما تقلل من القيمه ديال شي واحد تقول هذاك هانيه نمشيو عنده راه حنا بجوج نجيبوه، لا، ما تعرفش انسان اش تحت راسو، ما تعرفش اش تحت راسو. ديما نمشيو بالعدد الكافي، العدد الكافي الا كان هو واحد على الاقل نمشيو 6 الناس باش نحميو نفوسنا، باش نامنوا نفوسنا. اما تمشي واحد ولا جوج، راه الا مشيتي جوج راه غادي يزعم عليك. اما واحد ممنوع في جهاز الدرك الملكي باش تمشي بوحدك، لحقاش ديما الدوريه على الاقل يكون فيها جوج. ما يمكنش تمشي تشد واحد انت بوحدك، وقعت لك شي حاجه كتحمل المسؤوليه وغادي تنزل عليك العصا الا مشيتي بوحدك. الا نجحت العمليه وجبتي هذاك ودخلتيه ما كاين باس، كما كيقولوا الا صيدتي غزاله نتصوروا معاها كاملين، وإلا صيدتي شي قرد يقول لك سير تصور معاه بوحدك، الا وقع لك مشكل يقول لك منك ليه. ولكن الا نجحتي العمليه واخا مشيتي غير بوحدك وسميتو وشديتي ذاك المجرم اللي بحوت عليه، ما كاينش اللي غيهضر معك. ولكن الا وقعت شي حاجه، شي حادث عرضي، راه غادي تحاسب عليه، يقول لك علاش مشيتي بوحدك وانت ما عندكش الحق تمشي بوحدك. وهذه امور كنعرفوها. ذلك الانسان خصو يامن راسو وخص العدد الكافي. والحمد لله دابا ولات المراكز كلها راه فيها العدد الكافي ديال الافراد ديال الموارد البشريه. يعني كتلقى كل بريغاد القليله كتلقى فيها 20 كذا و20. شحال هادي؟ راه هاد لي بريغاد اللي كنقول لكم راه كنا غير 8 10 اللي كتلقى في البريغاد. دابا دوك لي بريغاد اللي كانوا فيها 8 10 هذيك البريغاد كتلقى منطقه النفوذ ديالها تقسمات، راه دارت فيها بريغاد اخرى ولا جوج، وكل بريغاد فيها على الاقل 24 25. وكاينه لا بريغاد اللي فيها 30 36 على حسب الاهميه ديالها وعلى حسب الكثافه السكانيه ديال المنطقه ديال النفوذ ديالك. نتمنى باش هذه الرسائل توصل وتلقى اذان صاغيه، ونتمنى من هادنا من الشباب ديالنا يوعى. راه يا اخواني، راه الشباب راه هو المستقبل ديال البلاد، هو الركيزه ديال البلاد. مستقبل الشباب راه هو اللي غادي يوقف البلاد غدا، غادي توقف عليه البلاد غدا. الا كان الشباب ديالنا كله منحرف، على ما غتوقف بلادنا غدا؟ يعني الشباب خصو يوعى بهذه المسائل، بعد على الطريق ديال التشمكير والطريق ديال التشرميل وداك الشيء راه ما عنده فين يوصلك. راك مازال صغير دابا ما كتعرف حتى حاجه، ولكن نهار غادي تكبر غادي تندم حيث لا ينفع الندم. تلقى الناس اللي كانوا داخلين سوق رسوم كل واحد دار حياته، كل واحد ضمن امن مستقبله، وتبقى انت بلا مستقبل، وتبقى بلا خدمه بلا ردمه، وتبقى عالة على المجتمع، وغادي تندم. واحد الوقيته ملي غادي يتقدم بك السن وغتقول ناري مو امتياج درت، وتما ما كاينش اللي غادي ينفعك. نتمنى بالشباب ديالنا يوعى، نتمنى بالشباب ديالنا يعطي اولويه واهميه للدراسه. قرا باش توصل، باش تكون حياتك، باش تكون مستقبلك، باش تفرح عائلتك. راه العائلات دابا ولات كتعاني مع هاد الشباب، كتلقى الاباء كيعانيوا مع الشباب، هاد الشاب مع ولادهم. للاسف في الوقت اللي كنا حنا الوالدين نحترموهم ونقدروهم، الجار كنحترموه ونقدروه، رجل الامن ما نقدروش نتجرؤوا كاع ندوزو تحداه، ما نقدروش نقربوه، الاستاذ والمعلم ديالنا اللي كيربينا واللي كيقرينا وكيعطينا المعرفه كنا نشوفوه في الزنقه ونهربوا، ما نقدروش نشوفوه لحقاش الا شافك الغد ليه ملي غتجي غيبدا بك انت الاول. ارى التمارين واش درتيهم، ارى الحفاظه واش داكشي اللي عطيتك تحفظه واش حفظتيه. يعني كان تقدير، كان احترام، كل واحد كيتوضع في بلاصتو. الجيل ديالنا ما كناش نقدروا نهزوا الراس في واحد كبر منا سنا. الصغير كان تيحترم الكبير والكبير كان تيحترم الصغير، وكان الامن والطمانينه الحمد لله هي التي كانت تسود في المجتمع ديالنا.
وكان تقدير، وكتشوفوا ولاد ديك الاجيال الحمد لله راهم كبار دابا، راهم دايرين وليداتهم، راهم بخير وعلى خير، كاين اطور، كاين كل واحد فين وصل الحمد لله. وواحد كيف يعقل مثلا الاستاذ بحال البارح صيفط ليا واحد من الاخوان المتابعين واحد التصويره ديال المدير ديال المؤسسه ديال واحد الكوليج في مولاي بوعزه، ضربوا تلميذ للراس، فلق ليه الراس ديالو، فلق ليه الراس ديالو. هذاك المدير من مولاي بوعزه وهذاك التلميذ اللي ضربوا مولاي بوعزه. كيف يعقل واحد كيقريك الفضل ديالو عليك كبير وكبير بزاف، تطاول عليه وتعنفه؟ كيف يعقل؟ راه ناس علمونا وقراونا، اساتذه ديالنا الى يومنا هذا قسما بالله كنتلاقى مع شي واحد فيهم الا كنبوس ليه راسو باقي داك الاحترام وداك التقدير. كيف يعقل واحد كيقريك؟ راه خصك تبقى عاطيك المعرفه، راه خصك تبقى مدين ليه مدى حياتك. الناس اللي خدموا معايا في الدار الملكي ملي كنت حديث التخرج، هذوك اللي علموني الخدمه والحرفه ديال الجدرميه، باقي كنقدرهم وكنحترمهم الى يومنا هذا. يعني اي واحد عنده عليك واحد الخير راه خصك تحترمه، خصك تقدره. واحد كبير عليك راه خصك تحترمه، خصك تقدره. نتمنى باش الشباب ديالنا يوعى. راه عندنا غير شكون اللي كيهضرنا وشكون اللي كيخلينا، راه الغيره على هاد الشباب والغيره على بلادنا، الغيره على بلادنا. راه بلادنا الا مشى هاد الشباب هكا راه غدا ما غتلقى بلاد على من توقف. الله يهديكم يا شباب، الله يهديكم يا شباب. وعاو شي شويه ديك الطريق اللي غاديين فيها، والله الا غادي تخرجك في حيط، راه غادي تضرب في حيط. انا كنقولها لكم، وكما كيقولوا اللي سبقك بليله فايتك بحيله. انا دوزت جهاز امني، شفت وعشت عايشت حالات وعايشت، راه هذيك الطريق والله ما غتخرجك الا في حيط، غتخرج في حيط. الله يهديكم، الله يهديكم، الله يهديكم للمره المليون. الله يهدي الشباب ديالنا، الله يهدي الشباب ديالنا. وخاص حتى الدور ديال الاسره. الاسره خصها تادي الدور ديالها، خصها تادي الدور ديالها في التربيه. لحقاش كتلقى بعض المرات للاسف كتلقى معلم غوت على تلميذ ولا استاذ غود على تلميذ ما دارش شي حاجه ولا ما دار شي سلوك ماشي هو هذاك، تيغوت عليه ويخرجه من القسم ويجي باه عند داك المعلم ويقول لي علاش تغوت على ولدي وعلاش دير. في الوقت اللي كنا حنا الا ديتي باك، والوالدين ديالنا الله يرحمهم ويوسع عليه ويرحم جميع موتى المسلمين، الا ديتي باك عند المعلم ولا عند الاستاذ وقال ليه اودي ولدك اش دار راه ماشي غيقول لي علاش ضربتيه، وراه غير الوالد غادي يشدك تما يزيدك قدامه يعصيك. الوالدين راه كتدسروا ولادكم. ملي تمشي عند استاذ ولا معلم وتقول لي علاش كضرب ولدي ولا علاش درتي لولدي ولا علاش غوتي على ولدي، راه كتشجع ولدك، راه خصكم تربيو ولادكم، تربيو فيهم الاحترام ديال الكبير والاحترام ديال الاستاذ، الاحترام ديال رجل الامن، الاحترام ديال الشيخ، الاحترام ديال المراه. هادشي كله خصنا نرسخوه لولادنا في الدماغ ديالهم. نتمنى نكون توفقت في السرد ديال هذه القضيه، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وكما العاده دائما اغتنم الفرصه باش نرحب بالمنخرطين الجدد اللي يلاه التحقوا بالقناه، وكنقول لهم الف مرحبا بالاحضان بين افراد العائله الكبيره ديالنا. كما اشكر جميع الاخوان والاخوات اللي ما كيدخروا اي جهد من اجل الدعم ديال القناه. الف شكر للجميع. اخواني اخواتي ما تنساوش الله يجازيكم بخير هذاك الميساج اللي دوزت في الاول ديال هادو اللي كينصبوا على عباد الله. خصكم تبارطاجيو هذه المعلومه مع العائلات ديالكم، تشاركوها مع العائلات ديالكم، علموا بها باش ما يطيحوش في الفخ ديال هذه النصابه. ختاما اشكركم على حسن المتابعه واترككم في حفظ الله ورعايته. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.